ما سألتش نفسك ليه أغلب اللي توفوا في الحج من مصر؟ تعالى وأنا أقول لك. عشان المصري بنقول فهلوي وشاطر. بعض الشباب الفترة الأخيرة بقوا مرشدين سياحيين وبيطلعوا أفواج عمرة، وقال لك إيه يعني الحج؟ هناخد الناس بتأشيرات زيارة أو تأشيرات سياحية ونكمرهم يومين في المستخبي، والحج من الآخر عرفة. يطلعوا يوم 8 يتحركوا على الجبل، يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم واقفين على جبل عرفات. طيب فين التجهيزات؟ مفيش. فين النقل والمواصلات؟ مفيش. فين المية؟ مفيش. فين الرعاية الصحية؟ مفيش. اي واحد فيكم النهاردة قاعد في بيته في الحر ده ما عندوش تكييف بيجيب عرق من كل حتة في جسمه، ما بالك بناس واقفة على جبل لا لاقي مواصلات توصلها مسافة ال4 كيلو ما بين عرفات والمزدلفة ومنها للشمس مباشرة في درجة حرارة فوق ال50. العيب مش على السعودية، العيب على اللي بعلهم الوهم هنا في مصر، والعيب على الدقون اللي حللت ليهم الحج بشكل مخالف. ولو في خطأ واحد عند السعودية يؤخذ عليها هو عدم ترحيل الباقيين قبل بداية الحج، وما كناش شفنا الكارثة دي. نرجع لموضوع الفيديو المفبرك اللي عمله الشاب المصري اسلام اسامه. سواء الفيديو كان متصور في السعوديه او في الفيوم ايا كان، اسلام طلع في 3 فيديوهات. اول فيديو اللي بيقول فيه ان كل ما يمشي يلاقي مصري ميت في الشارع والاسعاف ما بتسالش فيهم، وبعد الفيديو ما انتشر وبعض الناس استغلت الفيديو عشان تضرب في السعوديه وتعرض لهجوم من المصريين والسعوديين، طلع اسلام في فيديو تاني بيعتذر ويقول ان الفيديو مفبرك وان المعلومات اللي قالها كذب، وبيطلب من المملكة العربية السعودية انها تسامحه لانه بالفعل وده اكيد اساء للدور الكبير والمجهود الغير عادي اللي بيعمله المسؤولين السعوديين عن اكبر شعائر دينية على مستوى العالم. فبالتالي الناس ليها حق تزعل، احنا كمصريين زعلنا. طلع اسلام في فيديو ثالث بيكرر اعتذاره وده كان ملخص سريع. الشيء اللي لفت نظري وانا بتابع موضوع اسلام اسامة، موقع تحيا مصر تحديدا يوم 10 و11 اكتوبر سنة 2022 تقدر تشوف المقال كامل في الرابط، بس انا هقول لك الملخص. موقع تحيا مصر نشر مقالين ومدعومين بالفيديو عن اسلام اسامة وظهر فيهم وقصة وفاة والدته بالسرطان، وبعدها ب50 يوم اتصاب اسلام اسامة هو كمان بالسرطان، وبيشتكي في الفيديو من مصاريف العلاج وضعف الدخل الشهري. هنا اسئلة كتير، بس تعالى نتفق ان اللي عمله اسلام اسامة غلط بكل المقاييس بنشره فيديو يسيء للمملكة العربية السعودية بالكذب. يا ترى اسلام اسامة عمل الفيديو المفبرك ده ليه؟ هل عمل الفيديو بمقابل مادي يخدم بيه ناس لصالح مصلحة؟ ممكن. هل اسلام عمل الفيديو بحسن نية لما شاف الظروف اللي بيمر بيها بعض الحجاج المخالفين لقواعد تنظيم الحج؟ بالتأكيد الايام اللي جاية هتكشف الحقيقة، وايا كان يا اسلام يا اسامة اللي عملته غلط. تحياتي ليكم.